تجمع الناس حولهم، كل منهم يتساءل: من هذا الشاب؟ ومن أين جاء بهذه العملة الأثرية؟ وقف الفتى أمام حاكم المدينة مرتبكا خائفا. سأله الحاكم: من أنت؟ ومن أين جئت؟ قال الفتى: أنا من هذه المدينة، هربت مع أصحابي من الملك الظالم الذي يجبر الناس على عبادة الأصنام، ونحن مختبئون في كهف بالجبل. نظر الحاكم إليه في ذهول. أي ملك يتحدث عنه هذا الشاب؟ لم يكن هناك ملك وثني منذ مئات السنين. المدينة الآن مسيحية، والإمبراطورية كلها تعبد الله الواحد. سأل الحاكم الفتى أسئلة كثيرة، واستمع إلى قصته كاملة، ثم طلب من الفتى أن يأخذه إلى الكهف ليرى بقية أصحابه. انطلق موكب كبير من الحاكم والوجهاء والناس يتبعون الفتى إلى الجبل. عندما وصلوا إلى الكهف ورأوا بقية الفتية، ووجدوا الصندوق النحاسي الذي يحوي اللوح الرصاصي المكتوب عليه قصتهم بالتفصيل، أدرك الجميع أن هذه معجزة عظيمة من الله. هؤلاء الفتية ناموا 309 سنوات، ثم بعثهم الله أحياء ليكونوا آية للناس. انتشر الخبر في كل مكان، جاء الناس من كل المدن والقرى لرؤية هذه المعجزة بأعينهم. تيقن الجميع من قدرة الله على البعث، وانتهى الجدل الذي كان قائما بينهم. بعد أن أدى الفتية رسالتهم وأظهر الله من خلالهم آية عظيمة للعالمين، اختار الله أن يقبض أرواحهم. ماتوا جميعا في الكهف بعد أن عاشوا هذه التجربة الفريدة التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية. اختلف الناس في كيفية تكريمهم. قال بعضهم: نبني على الكهف بناء يحفظ مكانهم. وقال آخرون: بل نبني عليه مسجدا نتعبد فيه لله. قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. واختلف الناس أيضا في عددهم. قال بعضهم: كانوا 3، وقال آخرون: بل 5، وقال آخرون: بل 7. قال الله تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. والأرجح أنهم كانوا 7، والله أعلم. قصة أصحاب الكهف ليست مجرد حكاية تاريخية، بل هي مدرسة في الإيمان والتوكل على الله.